السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة سمو ولي العهد يتلقى رسالة من أخيه سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس الوزراء الياباني ورئيس الوزراء الياباني السابق. باتصال هاتفي سمو ولي العهد يهنئ فخامة رئيس السوري على ترشيح فخامته في ولاية الرابعة برئاسة الجمهورية. سمو ولي العهد يستقبل صباح اليوم جموعا من المواطنين. سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل سمو النائب الثاني في الرباط. المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يستأنف جلسة عمله المغلقة الرابعة في الكويت. النظام العراقي يواصل إعاقة مهام فرق التفتيش الدولي على أسلحة الدمار الشامل. تجدد القتال في كرواتيا بالرغم من المساعي الدولية لإحلال السلام في يوغوسلافيا. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقام بنقل الرسالة معالي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقبال سمو ولي العهد له في مكتبه برئاسة الحرس الوطني بعد ظهر اليوم. وحضر المقابلة معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور محمد الملحم ومعالي المستشار في ديوان سمو ولي العهد الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري وسفير دولة الإمارات لدى المملكة عيسى بن خلفان الحريمي. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رسالتين خطيتين من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد كيشي ميازوا ودولة رئيس الوزراء الياباني السابق السيد توشيكي كايتو. وقام بتسليم الرسالتين السفير الياباني لدى المملكة تاكاشي أوندا خلال استقبال سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز له في مكتبه برئاسة الحرس الوطني بعد ظهر اليوم. وحضر المقابلة مع المستشار في ديوان سمو ولي العهد الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني اتصالا هاتفيا أمس بفخامة الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية هنأه خلاله بقرار ومصادقة مجلس الشعب السوري بالإجماع على ترشيح فخامته لولاية الرابعة في رئاسة الجمهورية. كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول المستجدات على صعيد المنطقة العربية وكل ما فيه دعم وترسيخ أواصر العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في رئاسة الحرس الوطني صباح اليوم جموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.
استقبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وحضر المقابلة سمو الشيخ راشد بن أحمد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم المرقوين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيس ديوان الرئاسة، واللواء حمودة بن علي وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وسفير المملكة لدى المغرب علي ماجد قباني، والملحق العسكري السعودي العميد بحري عبد الرحمن الخضير. استأنف المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 41 التحضيرية استأنف جلسة عمله المغلقة الرابعة في الكويت صباح اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح. وسيتم خلال الجلسة استكمال ما تبقى من جدول أعمال المجلس الوزاري، ومن المنتظر أن يختتم المجلس أعماله في وقت لاحق من اليوم. وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اختتم أعمال جلسته الثالثة المغلقة الليلة الماضية في الكويت. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون عبد الله يعقوب بشارة بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بحثوا الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل عام، وكذلك العلاقات مع دول المنطقة في إطار منظور دول المجلس حول كيفية سبل تحقيق استقرار الأمن الخليجي. وأوضح في تصريح عقب الجلسة أنه تم بحث موضوع الشرق الأوسط والاتصالات حول مؤتمر السلام ودور مجلس التعاون في الحفاظ على المسيرة والحفاظ على وحدة المواقف العربية في إطار المؤتمر وتعزيز التنسيق وفق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. وقال إن موضوع الترتيبات الأمنية لم يبحث لأنها من اختصاص القمة، وأشار إلى أنه تم بحث نتائج العدوان العراقي على الكويت والدروس التي يجب الاستفادة منها لصالح الأمن والاستقرار. وأعلن بشارة أن المجلس الوزاري سينعقد في 22 من شهر ديسمبر القادم للتحضير للقمة
ولاستكمال الاتصالات التي تمت مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولاستكمال جدول الأعمال. استقبل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين صباح اليوم معالي وزير الصناعة والكهرباء المهندس عبد العزيز الزامل الذي يزور البحرين حاليا. وقد أعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان عن تقديره للدعم الذي تلقاه دولة البحرين من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. وأكد أهمية التعاون في المشروعات التنموية المشتركة في القطاعين العام والخاص. وقال سموه إن إقامة هذه المشروعات تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وقد نقل معالي المهندس عبد العزيز الزامل لسمو أمير دولة البحرين تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته للبحرين بدوام التقدم والازدهار. وحضر المقابلة وزير التنمية والصناعة في دولة البحرين الأستاذ يوسف بن أحمد الشراوي. من جهة أخرى عقد ظهر اليوم في المنامة اجتماعات المجلس الوزاري لشركة الألمنيوم البحرين ألدا، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والكهرباء المهندس عبد العزيز الزامل عضو مجلس الإدارة، ومعالي وزير التنمية والصناعة في دولة البحرين الأستاذ يوسف الشراوي، ومعالي وزير التجارة والزراعة الأستاذ حبيب قاسم، ونائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية السابق والعضو المنتدب الأستاذ إبراهيم بن سلمة. وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واستقرار الميزانية التشغيلية للعام القادم. استقبل سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صباح اليوم وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذين يحضرون الاجتماع السادس عشر من لجنة التعاون التجاري لدول المجلس. وقد رحب سموه في بداية المقابلة بالوزراء متمنيا لاجتماعهم التوفيق والسداد في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي لتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما تناول الحديث خلال المقابلة عددا من الأمور التي تهم دول المجلس. صرح وزير المواصلات والنقل القطري عبد الله بن صالح المانع رئيس الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقب انتهاء الجلسة الأولى بأن اللجنة وبعد أن اعتمدت جدول أعمالها ناقشت عددا من الموضوعات المدرجة، ومن أهمها برمجة القضايا المتعلقة بالتعاون التجاري بين الدول الأعضاء خلال السنوات الأربع القادمة. وأضاف في تصريحات صحفية أنه تمت في الجلسة الأولى مناقشة ضوابط السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل في دول المجلس. كما ناقش الوزراء الأنظمة الاسترشادية الخاصة بمجالات العلامات والوكالات التجارية، بالإضافة إلى بحث موضوع تملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها في دول المجلس. عاد فريق التفتيش الدولي عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية إلى بغداد في إطار مهمته التي تستغرق 12 يوما للبحث عن مواقع غير محددة لإنتاج وتصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقالت رئيسة الفريق السيدة جونسون إن هناك دلائل تشير إلى قيام النظام العراقي بنقل معدات لإنتاج القنابل مؤخرا إلى مصنع للسكر في الموصل. وقالت رئيسة الفريق إنها طلبت من السلطات العراقية إعادة هذه المعدات إلى مركز المثنى لتدميرها. At a sugar factory in Mosul, this is one where, when we first went to Mathana early back in June, we were told that a number of the bomb-making equipment, the bomb-making dyes, the presses, and these sorts of things, had been moved for safekeeping prior to the war to the sugar factory. Later on, we'd asked the Iraqis to move the equipment back to Mathana for subsequent destruction. They had said that they had in fact moved back the relevant materials. When we got there, though, however, there were some 100 pieces more of equipment that had come from Mathana, that a lot of them are clearly bomb-making equipment, and they will have to move those also back. عاد زعيم الخمير الحمر في كمبوديا فيو سانفان إلى العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم
على متن طائرة يرافقه سون سين أحد كبار المسؤولين في جماعة الخمير الحمر بعد أن قامت سلطات بنوم بن بإجلائه منها إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في بيته. وكان سانفان قد عاد إلى بنوم بنه صباح اليوم بموجب اتفاقية السلام التي أشرفت على تنفيذها الأمم المتحدة بعد غياب دام أكثر من 13 سنة إثر الغزو الفيتنامي لكمبوديا في عام 1978 ميلادية، حيث تعرض منزله لهجوم مكثف من حشد من المتظاهرين أسفر عنه إصابته بجروح في رأسه واحتراق منزله. وتحركت إثر ذلك قوات الشرطة ونقلته في سيارة مصفحة إلى المطار. شنت القوات اليوغوسلافية والوحدات العسكرية الصربية في وقت مبكر من اليوم هجوما على مدينة بودراكوسكا سلاتينا التي تبعد نحو 150 كيلومترا في شرق زغرب. أوضح ذلك راديو كرواتيا وأضاف أن القتال استمر طيلة الليل في مدينة أوسيك الكائنة في شرق كرواتيا، ولم ترد تقارير فورية عن الخسائر البشرية والإصابات الناجمة عن المعارك الحربية. تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية بناء معسكر للطوارئ داخل القاعدة البحرية المطلة على خليج غوانتانامو في كوبا لاستيعاب الآلاف من لاجئي القوارب الذين نزحوا من هايتي إلى التي تسودها الاضطرابات. القيام تنصب في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا للتهوية بصورة مؤقتة اللاجئين من هيتي الذين يفرون من البلاد بالآلاف في قوارب صغيرة منذ أن أطاح انقلاب عسكري برئيس هيتي المنتخب ديمقراطيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء إن القاعدة ستوفر الملجأ والطعام والمساعدات الطبية للاجئين. وقال إن قرار تحويل اللاجئين إلى غوانتانامو اتخذ بسبب ازدحام سفن حرس السواحل التي تقوم بإنقاذ اللاجئين. قال: نأمل جميعا ألا يأخذ مزيد من مواطني هيتي القوارب للإبحار في البحار العالية لما في ذلك من أخطار، وفي الوقت ذاته أصبحت الأحوال على متن سفن حرس السواحل لا تحتمل. هذه السفن لا تستطيع أداء مهمتها ولا تستطيع إسقاط الناس من المياه بسبب ازدحامها بمواطني هيتي الموجودين أصلا في خليج غوانتانامو. ويعتزم البنتاغون إيواء 2500 لاجئ في غوانتانامو، ولكن هناك الآن أكثر من 4000 لاجئ على متن السفن الحربية الأمريكية. وتقول المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تطلب من الدول الأخرى المساعدة في جهود الإغاثة، ولم ينضم إلى المساعدة حتى الآن إلا فنزويلا وهندوراس، فأخذتا 350 لاجئا. وكانت الحكومة الأمريكية قد أعادت حوالي 500 لاجئ إلى هيتي، ولكن قاضيا أمريكيا أمر بمنع إعادة أي لاجئ آخر حتى تسمع إفادات في الأسبوع المقبل. وتحاول الحكومة الأمريكية أن تعكس أمر القاضي وتجادل بأن معظم الفارين من هيتي لاجئون اقتصاديون وليسوا لاجئين سياسيين لا يسمح لهم القانون الأمريكي بالدخول. وقال أحد المساعدين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع منظمة الدول الأمريكية وتفضل حلا طويل الأمد داخل هيتي. وقد أعرب عن الأمل في ألا يحاول مزيد من مواطني هيتي محاولة الفرار، مشيرا إلى الكارثة التي أسفرت عن غرق 140 بقواربهم. بهذا والأخوة والأخوات تنتهي النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.